السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي متابعيني في كل مكان. معاكم مس عبير خطاب. النهارده إن شاء الله بنكمل حل أسئلة كتاب المعاصر للصف الخامس الابتدائي، صفحة 92. بيقول لي listen and complete، اسمع وأكمل. هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player. ناقصاني كلمة player. هداية ملاك is a very famous person، شخص مشهور. هداية helped a Moroccan athlete with special needs، ساعدت لاعب مغربي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب رقم 2 read and match، اقرأ ووصل. هداية began practicing، بدأت تتمرن امتى؟ April 21 1993 ولا كيلو organisms ولا تايكوندو at 7. هي دي بدأت تتمرن على التايكوندو، هي عمرها 7 سنوات. هداية was born on April، اتولدت في أبريل 21. هنا هنكتب 2. athletes want to win the gold medal، هنا 3. water pollution can kill organisms، هنا 4. تعالوا نشوف الترتيب. بيقولك reorder the words to make correct sentence، أعد ترتيب الكلمات عشان تعمل جمل صحيحة. what دي كلمة الاستفهام، بعدها فعل مساعد اللي هو does، يبقى أنا ببدأ سؤالي بكلمة الاستفهام وبعدين فعل مساعد وبعدين فاعل وبعدين فعل أساسي وباقي الجملة. طيب آدي أداة الاستفهام وادي الفعل المساعد. فين الفاعل؟ هداية، وبعدين فعل أساسي اللي هو do، وبعدين now وعلامة الاستفهام. طيب الجملة اللي بعديها how can we make our water cleaner، ازاي نخلي المية بتاعتنا أنقى. طيب رقم 3 polluted وبعدين water المية الملوثة، عايزة فعل destroys wildlife الحياة البرية in في rivers الأنهار. اللي بعديها why لماذا، why sports person. بعد قلنا كلمة الاستفهام لازم نجيب ايه؟ فعل مساعد is، وبعد is فاعل why is he a famous، وبعدين sports person. why is he a famous sports person؟ ليه هو شخص رياضي مشهور. طيب تعالوا نشوف بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ choose the correct answer. she is، ثواني يا ولاد نظبط الكتاب. she is good at sports. she is a famous athlete. I won a prize at the age of 10. Raja Garmash is an athlete with special needs، ذوي احتياجات خاصة. water pollution is very harmful، ضار جدا، تلوث الماء ضار جدا. شوف الصفحة اللي بعديها. بيقول لي read the text and answer the question. There are a lot of famous sports persons in our community. هداية ملاك and Muhammad Salah are very famous. My cousin Noha likes practicing sports.
Her favorite sport is taekwondo. She wants to be an athlete as Hidayah Malak. Hidayah is a famous Egyptian taekwondo player. When she was 7, she began practicing taekwondo. She won many prizes at the age of 14. Choose the correct answer. Noha wants to be an هشطب على واختار an athlete. Hidayah Malak is a taekwondo player. السؤال اللي بعده what is Noha's favorite sport؟ نهى ايه الرياضة المفضلة؟ هقول الإجابة دي her favorite sport is taekwondo. اهي السطر ده هكتبه هنا. What did Hidayah Malak win at the age of 14؟ هي فازت بإيه؟ She won many prizes at the age of 14. اهي يبقى دي الإجابة الأولى ودي الإجابة التانية. طيب احنا المفروض نكتبهم يا ولاد، تمام؟ طيب punctuate the following. save الاس كابيتال ده فعل أمر as much water as possible. وفر المياه على قدر الإمكان. يبقى هنا نحط نقطة وادي ايه الاس. طيب ايه السؤال اللي بعده؟ بيقول لي write a paragraph of about 40 words using the following guiding elements. A famous athlete. اكتب لي عن رياضي مشهور. compete ينافس وبرايزز جوائز. ادي الباراجراف انا كتبته، سبت مسافة، بدأت بحرف كابيتال. There are a lot of famous sports persons in our country. في بلدنا في أشخاص رياضيين كتير جدا. I'll write about هداية ملاك. أنا هكتب عن هداية ملاك. She is a famous Egyptian taekwondo player. هي لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة. She began practicing taekwondo at the age of 7. بدأت تمارس رياضة التايكوندو وهي عندها 7 سنين. She won many prizes. هي فازت بجوائز كثيرة. She carried the Egyptian flag in Tokyo. رفعت العلم المصري في طوكيو. She helped a Moroccan athlete with special needs to win a competition. إن هو يفوز في سباق يعني أو في مسابقة. وده الباراجراف اللي أنا كتبته. تقدروا تكتبوا عن محمد صلاح، عن أي شخصية رياضية أنتوا بتحبوها سواء مصرية أو مش مصرية. طالما هو مش حدد لي مصري ولا مش مصري فخلاص أنا قدامي يعني اختيارات، ممكن أكتب عن حد مصري أو حد مش مصري عادي جدا. كده يبقى صفحة 93 كمان خلصت يا ولاد. أشوفكم إن شاء الله الفيديوهات الجاية مكملة معاكم حل كتاب المعاصر كله إن شاء الله بإذن الله. باي باي.